السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. واخيرا البنات رجعت لكم بواحد الفيديو جديده، واخيرا قدرت نصور معكم هذا الفيديو وفي نفس الوقت ندير ليه المونتاج، وفي نفس الوقت نسجل باش نهضر معكم. يعني صراحه غبرت عليكم واحد الغبرات طويله بزاف. غير عذروني والله العظيم. كل مره كنبغي نحط فيديو والو ما كيكتبش. عندي فيديوهات اللي مخدوم ليهم حتى المونتاج، ولكن باش نجي نسجل وصافي كنعجز وما كنلقاش الوقت نهائيا فين نسجل. هادشي كامل نظرا لبزاف ديال الظروف صراحه. بحكم الخدمه ديالي ما كنساليش، راكم عارفين، يعني الخدمه برا والخدمه في الدار. وبحكم بنتي الصغيره راه عندها عامين ما شاء الله عليها بسلامتها، مشطونه ما كتخليش ليا الوقت نهائيا فين نحرك راسي الا هنا ولا هنا بصفه نهائيه. جيتكم بهذا الفيديو الجديده اللي هي واحد صافره لمدينه مراكش في هذه العطله هذه. صراحه هذه العطله الاغلبيه الناس سافروا فيها، الاغلبيه ماشي كلشي بطبيعه الحال، ولكن كنقول الاغلبيه بزاف الناس اللي سافروا في هذه العطله هذه، بحكم الجو كان زوين والاجواء كانت زوينه صراحه وديال السفر. مشينا لمدينه مراكش. بديت معكم التصوير من الطريق صراحه، ملي شدينا لوطوروت. اي من بعد وريتكم بعض الشوارع في الصراحه في مدينه مراكش. بديت بها هي الاولى في التصوير. المهم تشوفوا مدينه مراكش يعني عن قرب شي شويه وصافي، لان بزاف البنات مازال ما استطاعوش انهم يمشيو هذه المدينه هذه اللي انا كل سنه كنمشي ليها من نهار اللي تزوجت. حيت في هذه المدينه هذه كيسكن فيها اخ الزوج ديالي. داكشي علاش كنمشيو ليها بزاف كل سنه صراحه. من اللي تزوجت في 2014 وانا كل سنه كنمشي ليها، ومازال ما شبعتش من هذه المدينه هذه لانها غزاله بزاف وكتحمق. ما تشبعوش منها يا البنات. كامله في جميع البليصات اللي فيها زوينين، ما تشبعوش منها وما تقنعوش منها. اللي الى يومنا هذا مازال ما قنعتش من هذه المدينه هذه، غزاله بزاف. في الاغلبيه السنوات كنت كنمشي في الصيف، ولكن في الصيف اللي فات ما قدرتش نمشي ليها لان كان فيها الصهد بزاف. كانت سخونه، خصوصا الصيف اللي داز كان سخون بزاف في جميع مناطق المغرب ماشي غير في مدينه مراكش. انا كنت مشيت لاكادير، كنمشي لاكادير في كل صيف لان الوالدين ديالي في اكادير وكنمشي عندهم دائما في كل صيف. وما قدرتش نمشي لمراكش لان بحكم كانت سخونه بزاف، درجه الحراره كانت وصلت فيها حتى ل 50 كذا و50. صافي قلنا نخليوها ناجلوها حتى البرد. وصراحه كان فيها البرد بزاف كزينه صراحه بالبرد، ولكن كانت الاجواء الزوينه والجو كان غزال صراحه، خصوصا جامع الفنا. وريتكم بزاف البلايص صراحه زوينين. وخا صراحه بالنسبه لجامع الفنا ما قدرتش نصور بزاف لان الناس، راكم عارفين، الناس ما تقدرش تصورهم بزاف، داكشي علاش اكتفيت غير بعض اللقطات وصافي. احنا فين ما كنخرجوا كل عشيه في الطوموبيل كنحاول نصور هكا لقطات في الشوارع، في الاجواء، في هذوك يعني البلايص اللي كندوزو منهم كاملين. غتكونوا شفتوا المناظر والشوارع تاع مراكش. صراحه واحد المدينه اللي زوينه بزاف. هذا المنظر بالضبط راه كنا قربنا للبلاصه اللي فيها جامع الفنا. اش غنقول لكم البنات؟ بالنسبه لمدينه مراكش معروفه بساحه جامع الفنا بطبيعه الحال، مش كل ما كيعرفهاش. كيكونوا فيها الحلاقي وكيكونوا فيها هادوك اللي كيكونوا كيبيعوا الاكل والعصائر وبزاف د الحوايج تما. صراحه غزاله بزاف كبيره، وكتكون عامره بكلشي كيجي ليها صراحه السياح والمغاربه وكلشي، وتقدروا تمشيو لها كل نهار وما تشبعوش منها. وفيها حتى المحلات تجاريه كيبيعوا البازار، يعني كاين كيبيعوا الملابس، النساء، الرجال، الاطفال، اي حاجه تقدروا تلقاوها تما. كاين وكيكونوا قصريات وكيكونوا لي سولد. كاين كذلك المحلات اللي كيكونوا كبار بحال لي مارك بحال مروه، بزاف ديال المحلات. وكاين كذلك مينيغا مول، حتى هي كنا مشينا ليها مينيغا مول. المهم غادي تبان لكم واحد في الفيديو من بعد. انا كنسجل معكم الصوت، ولكن راه باش نعطيكم لي ديتاي بزاف خاص نلقى البلاصه في الفيديو بالضبط. يعني ملي نوصل لديك البلاصه في الفيديو ان شاء الله نحاول نوصف لكم ديك البلاصه كيفاش دايره. المهم حنا باقيين هنا في الشوارع، في شوارع ديال مراكش.
ها هي البنات، هذه هي ميني غامول. هذا واحد المول كبير، بحال موراكو مول ولا غابه سنتر اللي كاين في الرباط. مول كبير فيه كل شيء، فيه واحد ليطاج خاص باللي جوي ديال الوليدات الصغار. داكشي غزال صراحه. كنا دخلنا ليه، ولكن بحكم الدنيا عامره بزاف ما نقدرش نصور قدام الناس. هنايا وحتى هاد يعني حدا لي غيستو اللي كاينين حدا على برا في خارج ميناغامول وغزالين بزاف، والجلسه تما غزاله. بالنسبه لهنا واحد غيستو كاين من الفوق، صورت لكم واحد الفيو هنا من الفوق غزال صراحه. عجبني بزاف هذا المنظر هذا، رائع جدا. وهنايا كذلك هنايا حدا ميناغامول يعني على برا كاينه هاد الماء كيبقاو يعني مع الموسيقى. هو صراحه كانت فيه الموسيقى ولكن ربما حيدتها. المهم نقدر نعاود نرجعها لكم في المونتاج. الماء كيلعبوا به بحال هكا كيخرج الماء بواحد كيشكل واحد الزخرفه زوينه، وفي نفس الوقت كتكون معاه الموسيقى. صراحه بقينا واقفين شحال هنايا كنشوفوا فيه، وكيدخلوا فيه حتى الالوان، واحد الالوان كتكون زوينه بزاف صراحه. هذا المنظر غزال 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 غزال، ما كتبقاوش به. هذه كاينه حدا ميناغامول. هاد البلاصه هادي حتى هي كاينه في ميناغامول، واحد الجهه كيبيعوا فيها داكشي التقليدي زوين. حتى هي فيها داكشي غزال. كاين الزيوت بحال كما كتشوفون الارغان والزيوت. المهم كاين محلات بحال هكا اللي كيبيعوا خاصين بالزيوت. وهنايا البنات الدخله ديال جامع الفنا. هنا كندخلوا من واحد الزنيقه من في الجنب، ما كندخلوش من المدخل الرئيسي، كندخلوا من واحد الزنيقه، لان من تما فين كان بلاصه الطوموبيل كنخليو الطوموبيل تما. هذا البنت واحد المحل حمقني كبير، وشوفوا طريقه التنظيم كيفاش نظموا البخور. عندهم جميع انواع البخور. داكشي غزال 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 بزاف كيحمق. واخا صراحه شويه الاثمنه شويه زايده صراحه، ما نكذبش عليكم، في مدينه مراكش شويه اثمنه زايده بحكم السياح. راكم عارفين مدينه سياحيه. انا البنات كيبان لكم شي لقطات من جامع الفنا. هنايا بالنسبه لواحد الحلقه فيها الحنش، يعني الحنوشه ولا التعابين ولا نقولوا لهم بالدارجه الحنوشه. المهم كاين بزاف المناظر اللي صورت لكم من واحد بعض اللقطات صراحه اللي انبهرت بها وعجبتني بزاف. وفيها حتى الفخار البنات، حتى الفخار كاين. وهذا واحد ريستو اللي هو ارغانا معروف في مراكش، يعني واحد الريستو معروف بزاف. ساحه جامع الفنا خلاص ما كاينش اللي ما كيعرفهاش. بزاف الناس زاروا هذه المنطقه هذه وهذه المدينه هذه. وصراحه اللي جا ليها صراحه ما كيسخش بها. وحتى الناس من مراكش مرحابين ومضيافين بزاف وغزالين وحلوين، وصراحه محبوبين صراحه. كاين بزاف د الحلاقه صراحه، ولكن ما نقدرش نصور لكم لانكم عارفين انا شويه صورت انا غير صراحه غير بالتخبيه باش نقدر نصور هذه اللقطه هذه، حيت ممنوع التصوير. هذه الحلقات اللي كيكون فيها الموسيقى والرقص وهذا ما كيخليوش الواحد، ما كيخليهمش يصوروا. هادشي اللي كاين. صورت لكم بعض اللقطات غير باش تشوفوا الاجواء كيفاش دوزنا في مراكش. صراحه ما قدرتش الصراحه نصور كل شيء، صورت غير شي حاجه. المهم انا قلت ربما نجيكم بفيديو جديده احسن من نبقى غابره بزاف. هانتوما عاود هنايا واحد الفرقه هذه ديال الشلوح هنا كيغنيو. انا المهم ما كاينش الموسيقى، ولكن غادي نرجع لكم، اكيد غنرجع لكم شويه الموسيقى، يعني تكون واخا مع الصوت ماشي مشكل.
هنا البنات واحد الناس هنايا كيبيعوا الزميطه بحال الشكل ديال السفوف. واتاي خدنجال. هو خدنجال فيه ماشي اتاي ولكن فيه العشوب زوينين صراحه، مزيان الحلقه. انا ديك الساعات كنضرني حلقي وشربت صراحه، من بعد صافي بريت ما بقاش كضرني حلقي. هنا البنات مشينا للكيليز. هنا نهار اخر صراحه، واحد العشيه اخرى مشينا للكيليز ودخلنا هنا دخلنا لواحد ماشي مول مي لي ماغازان اللي كاينين تما. ال سي وايكيكي، والداخل ديالها فيها بليزيور ماغازان، ما فيهاش غير وايكيكي، فيها بزاف ديال لي مارك بحال اللي شفتوا ايفرونشي، بزاف ديال لي مارك. المهم درت لكم واحد الجوله خفيفه هنايا. المهم كنحاول نصور لكم غير شي لقطات وصافي لان الدنيا عامره شي شويه. وصراحه لداخل في وايكيكي ما صورتش لكم الناس، ونيت انا كنت كنقلب باش نشري شي حاجه، خديت واحد شي حويجات لبناتي، حيت صراحه وايكيكي ديال مراكش ديما كنمشي ليه. يعني ملي كنكون مشيت لمراكش ضروري خاصني نمشي لوايكيكي، لان سبحان الله كنلقى فيه السولد اللي ما كنلقاهش في وايكيكي، اللي كيكون في الرباط ولا في اكادير ولا في شي مدينه اخرى، حتى في ديال كازا دخلت ليه. المهم انا ديال مراكش كيعجبني، كيكون ديما فيها لي سولد وكيعجبني صراحه الله. هاد الساحه هادي حتى هي كاينه في كيليز. هاد الساحه زوينه كتعجبني، فيها حتى هي لي ماغازان دي فاكتو كولينز، فيها مروح حتى هي. المهم هاد الساحه زوينه، فيها واحد الخصه ولا كيلعبوا الوليدات كيجلسوا. هنا بنتي كتلعب تخوتينات، هنايا كاين واحد السيد كيكريهم تما. ومن بعد بقينا كنتمشوا على رجلنا في هاد الاجواء الليليه الزوينه الغزاله. شوفوا هاد الشارع البنات، الاضواء اللي فيه غزاله صراحه، واحد المنظر رائع كتعشقوا العين. هادشي اللي كاين البنات. المهم نخليكم على هذا المنظر هذا الجميل. تفكرت من بعد بان الفيديو قريب يسالي، داكشي علاش كنتمنى لكم فرجه ممتعه في هذا الفيديو هذا، وما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج. ومره ان شاء الله كنتمنى هذه المره ما نغبرش عليكم، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف.